السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك الجميل والكومنت الحلو يا عسل انت وهي. بصوا حبايبي، احنا هنعمل كشري مصر بطريقة مختصرة وحلوة وسهلة وبسيطة، ومش هتاخد معاكي وقت خالص في المطبخ. كلّيات الناس بتبعد بعيد عن الكشري المصري، بيقول لِك بياخد وقت معايا، لأ ده هو من الأكلات الشتا الجميلة وحلوة أوي. صلّوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما أنتم شايفين حاطة مَيّة على النار، وخدت كيسين من المكرونة العادية، ومعايا كيس واحد مكرونة سباكيتي. بابتدي بس إن أنا أكسر بُصّوا يا دوب 2 بس أهو. وعايزة المكرونة بتاعتِك ما تمسكش في بعضها، انزلي والمَيّة باردة، ما تكونش لسه غليت معاكِ. يعني أنا يا دوب حطيت كده المَيّة، وبدأت جبت أكياس المكرونة بتاعتي وفتحتها، ما سبتهاش لما تغلي عشان المكرونة الاسباجيتي تفضل فكة معاك وما تمسكش في بعضها. انما لو نزلت والمية بتغلي بتقوم ماسكة في بعضها متبقاش حلو. تعالوا بقى نجيب رشة ملح وحبة زيت، ونسيب المكرونة بتاعتي تستوي سوا كامل، لان هي تبقى مسلوقة بس مش هنعمل فيها حاجة. لازم تسويها سوا كامل. حطيت فيها الملح وضفت عليها الزيت، سيبوها بقى تستوي مع نفسها كده. في نفس الوقت انا هجيب الرز ونعمله بالعدس وبالشعرية مرة واحدة. يعني ما سبكيش تعمل العدس لوحده وده لوحده، لا، احنا عايزين نختصر الموضوع، وبيستوي بيبقى زي الفل. ما تفكروش ان هو بيستوي. اول حاجة هعملها اجيب حلة معايا على النار، وهبتدي ان انا انزل فيها حبة من الزيت واجيب شوية من الشعرية، وابتدي ان انا اقلبهم لياخدوا لون ذهبي معايا وزي الفل كده. لا اله الا الله. شوفوا بقى حبايبي، انا الشعرية اهي. تبع الكمية بقى اللي انت حباها، يعني انت تبع ما انت حابة ان انت تعملي اعملي. يعني انا بعمل قدامك الفكرة وانت نفذي الكمية اللي انت عايزاها. اخد شوية من الشعرية ده نقلب فيهم واخليهم زي الفل. وفي نفس الوقت غسلة الرز والعدس بتاعي. العدس بجيبها غسلاه، وغسلة الرز قبل ما اعمل الشعرية، علشان الشعرية ما سيبهاش. فصلت معاكم علشان وقت الفيديو هيطول معايا، فانا بفصل وبرجع لكم تاني. كده الشعرية بتاعتي خدت اللون، والمكرونة بتاعتي بدأت ان هي تقلب، يعني هي لسه ما قلبتش خالص. من حل اخر بقلبها عشان ما تلزقش في قاع الحلة وتبوظ معايا وتتلسع معايا. يعني قلبي كده على طول المكرونة بتاعتك ايدك فيها، ما تنساها اهو. كل ما تحركيها ما تلزقش معاكي في الحل. زي ما انتوا شايفين هي لسه ما قلبتش، بس بدأت خلاص تغلي، يعني هتبتدي تغلي معايا اهي. تعالوا بقى ننزل اول حاجة الرز. زي ما قلت لكم انا غاسله الرز والعدس، وهنزلهم على الشعريه واشوحهم كده شويه بالشعريه. يعني انزل الرز والعدس بتاعي واشوحهم حبه لغايه ما ياخدوا يعني صدمه مع بعض كده اهو. وده العدس. يبقى حطينا الشعريه والرز والعدس مع بعض ويطبخوا سوا من البدايه. على فكره والله الرز والعدس والشعريه لو طبختهم كده وعملت جنبهم بيض وبطاطس مقلي وبتاع، هتبقى اكله حلوه برضه، بعيدا عن قولة الكشري المصري. يعني انت ممكن تنفذي الطبخة دي طبخة، يعني ممكن ان انت تنفذيها كده وتحطي تسلقي بيض، تقلي بطاطس، تعملي اي جنب اي حاجة تبقى حلوة. طماطم مشقاه من اللي هي محشية توم وحاجات دي، والله بتبقى جميلة ولقمة زي العسل. صدقوني جربوها كده جميلة جدا، بس كلها سخن. انا قلت اعرفكم برضو للي حابب يعملها كده. دلوقتي اضيف الملح واضيف معاهم رشة من القرفة، رشة بسيطة كده. وبعد كده انزل بقى بالمية بتاعتي. كل ما بتسيب الرز مع بعضه كده بتكتك وبيبقى زي الفل. ادي المية، وهجيب رشة من القرفة، وهقوم سايباهم بقى يستووا. والمكرونة بتاعتي طبيعي بتتسلق زي ما انتوا شايفين. ادي رشة القرفة اهي. قلبي بقى تقليبه، هزي كده الرز بتاعك مع المية،
وما تكتريش ميه على الرز بالشعرية علشان خاطر العدسة يديله سوائل، ما يبقاش معاكي معجن. يعني خلي القعد بتاع الميه بتاعتك او قياس الميه بتاعك اقل من العادي، قلليه شوية عن العادي عشان ما يعجنش معاكي. ظبطي بقى حلتك كده، ما تخليش رز على الحواف الحلة. تعالي بقى غطيه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. المكرونه بتاعتي اتسلقت اهي، اتشربت الميه بتاعتها واتسلقت وبقت زي الفل. انا عايزاها مستويه خالص. هاخدها دلوقتي اغسلها، وبعد كده اقول لكم احنا هنعمل ايه. والرز عامه دلوقتي انا وطيت عليه الرز بتلد. اول حاجه هعملها البصل، هحمره. جايبه بصل قطعته جوانح على ما المكرونه بتاعتي استوت، فكنت جهزت البصل. اول حاجه بتعملها البصل عشان ناخد الزيت بتاعه ونستخدمه، وهقول لكم احنا هنستخدمه ازاي. هجيب البصل بتاعي واحط عليه حبة من النشا وحبة من الدقيق، وابتدي ان انا انزله في الزيت اهو. حبة نشا وحبة دقيق كده وتنزليه، وبعد كده تطلعيه في مصفى. بعد ما تنزليه كده حبيبتي طلعيه في مصفى عشان يصفي ان كان اي زيت او كان اي حاجة، ويفضل يقرش معاكي. ما تطلعيش على مناديل ولا على ورق ولا على اي حاجة، طلعيه في مصفى. يطلع في مصفى يصفي الزيت الزيادة اللي فيه، وفي نفس الوقت المصفى بتديله هوا، ما ينفعش ان هو يقرمش تاني. انما الورق بيكتم السخون عليه، بطرى معاكي تاني. اللي عايز ياكل بصل مقرمش وما يطراش طلعيه في مصفى. هجيب طبق تحت المصفى بتاعتي واحط الدور التاني زي ما انت شايفة قدامك كده اهو. بعد ما ياخد اللون برضو الذهبي زي الاولاني، هبتدي ان انا اطلعه على نفس المصفى، نفس المصفى اللي انا بطلع فيه. وهيبقى كده خلصنا المكرونة وخلصنا الرز. وقت شوفوا ما فيش يعني اي وقت. طلعت كمان البصل بتاعي اهو، والزيت اهو بيتصفى وهسيبه. تعالوا بقى ندح حبة من زيت البصل ده على الرز، وهاخد الحبة التانيين اقدحهم على المكرونة. هضيف الزيت ده على الرز والمكرونة عشان المكرونة بتاعتي تبقى مفلفلة وريحتها حلوة. حاطين فيها ملح، وهضيف عليها اقدح عليها حبة الزيت دول، وهتبقى زي الفل. وبقوم فركة عليها مكعب مرق دجاج على المكرونة، او شوية بهارات، رش كزبرة وكمون وبهريها. بهر المكرونة بتاعتك، هتبهر المكرونة وتقدحي عليها الزيت. يبقى ضفت لها الملح في المية، وتبقي كمان حطيتي عليها زيت، وتبقي ظبطتها وخلتها زي الفل. شوفوا الرز بقى وجماله. رز والله زي ما قلتيلك اطبخيه غدا، واعملي جنبه بيض وبطاطس وطماطم، بيبقى زي الفل. سلطة كده حاجة كده زي العسل. وبعدي كمان عن الكشري كمان، جميل جدا. خلاص كده انا رحت قدحت على المكرونة بتاعتي بقيت الزيت، وحطيت لها شوية توابل ومكعب مرق وسبتها، قلبتها تقليب حلو وسبتها. والرز طبعا بتاعي خلص وطفيت عنه. تعالوا بقى نعمل شوية التسبيكة بتوعنا. تسبيكة عادية خالص، سهلة وبسيطة، وتقدر ان انت تعملها. يعني بصوا التسبيكة عادية جدا ما فيهاش اي افتكاسة. وهنعمل كمان الشطة والتومية. تابعوا الفيديو للاخر يا حبايبي عشان نعمل الشطة لسه معاكم، والتومية صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك الحلو. وانا حابة ان انا اوريكم ان انا فضفضت عن الرز اهو، ومفلفل وزي العسل. تعالوا بقى بصوا بنعمل التسبيكة بطريقة سهلة وبسيطة. ده البصل، يبقى كده الرز والبصل والمكرونة خلصت. هجيب حتة من التوم واسبكها في التسبيك اهو. انا دق توم عشان اعمل التومية، واخد قرن فلفل اخضر اهوتي، وهنزله كده مع البصل. يبقى بصل وتوم وفلفل، بيدي ريحة حلوة للتسبيكة وبتدي طعم حلو. يعني ريحة وطعم، وبيبقى طعمه جميل جدا. شوية تسبيكة كده زي العسل. او الصلصة، شوف انت بتقول عليها ايه، يعني هي دي. قلبي بقى لما الريحة تطلع،
وتشمي بقى ريحة الحاجات اللي انت ضفتها على بعضها دي، وتدبل وتبقى حلوة معاكي كده. معايا طبعا انا فرمة الطماطم في الخلاط، وخليها طماطم تقيلة ما تخليهاش خفيف، هتتسبك معاك بسرعة. طماطم الشتا مهما تعملي مصفرة كده، بس احنا هنضيف برضو صلصة هنخليها حمرا وزي الفل. تعالوا نضيف حبة من السكر ونضيف البهارات والملح. هنضيف البهارات عبارة عن كزبرة وكمون وشطة وحبة فلفل أسمر، ده السكر عشان الحموضة. لا إله إلا الله. دي طبعا التوابل بتاعتنا زي ما قلت لكم، وسبتها اتسبكت في جنب كده. تعالوا نعمل ايه؟ هنجيب حبة زيت وهنعمل التومية. هنعمل كل حاجة سخنة النهاردة، الدنيا برد، فاحنا ساعات بعمل التومية ده على البارد يعني مية باردة كده، بس انا قلت النهاردة نسخن كل حاجة علشان ايه الجو برد ناكل كل حاجة سخنة. جبت التوم وابتدي ان انا اشوحه ياخد اللون ذهبي كده معايا، مع معلقة كزبرة ناشفة. وهقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي، والتسبيكة طبعا بتتسبك عايشة مع نفسها. لا اله الا الله. صلى على الرسول يا حبايبي على افضل الصلاه والسلام، واعملي كشري مصري في البرد ده يدفيك وطعمه زي الفل، جميل جدا، كان تحفه بجد، جربوه مش هتندموا. التوميه بتاعتي بدات ان هي تاخد لون اهي، هنزل عليها يعني بايه، بحب الكزبره ناشفين واشوحهم مع بعض. وهقول لك احنا هنعمل ايه، وبعد منها هنعمل الشطه تبقى جميله قوي. انا كنت بشكل ولا كنت بعمل ايه؟ على فكره انا كنت بتكلم في حاجه وهم بيتعصبوا ساعه التوم ده، هفتكر واقول لكم. كان تقريبا كان ابنه رايح الدرس ومتضايق وعايز ايه ياكل، خليه يمشي. فانا بقول له ما عادش الا ما عادش الا التوميه لو انت عايزه غير بحطي لك من غير توميه وشطه عادي، ما هوش راضي. حطيت بقى انا الكزبره الناشفه اهو. والله احنا يعني نعمل ايه بس في الاولاد دي. وبعد كده اجيب ازازه الخل، وكنت بفتح الخل هنزل حبه خل ونزلهم بعيد عن النار. خليكي فاكره ان انا بعيد عن النار اهو، قلتلكوا ما تروحيش تنزلي بالخل على التوم والكزبره وهي على النار والنار عالي، هتلاقي هوب المقلايه ولعت. فانت خلي بالك من الحته دي. هتحطي خل، شد المقلايه بعيد عن النار، شد الطاسه بعيد عن النار، بعيدها خالص بعيد عن النار، وقومي ضايفه الخل. وبعد كده ساعه ما الخل ياخد غلوه واحده هنزل عليها بكوبايتين ميه، وابهرها بقى، احط كمون واحط حبة فلفل اسمر، وحط الملح بتاعها، وهتبقى معاكي احلى تومية تاكليها وتبقى زي العسل. يبقى كده عملنا ايه، التومية بتاعتنا السخنة. لو انت حابة تعملها باردة عادي، على البارد عادي، وهنعصر فيها ليمون، وهتبقى التومية كمان خلصت اهو. كمون وفلفل اسمر وكزبرة متحمصة، كوبايتين من المية، وضفنا برضو نص كوباية خل. وتعالوا نضيف بقى الليمون ونسيبهم يقلبوا قلبتين ونشيلهم. وحطها بقى في ازازة، حطها في كوباية، حطها في طبق مطبقية، اي حاجة عندك بقى حابة تسيبيها وتقدمي منها براحتك. او رشة من الملح ما تنسيش. وبعد كده هاتي الليمون بقى وضيفيه. انا كل حاجة بعملها قدامكم، ما بسرعش الفيديو علشان خاطر يا حبايبي تاخدوا المعلومة صح وتعملوها صح، لان في بنات بتبقى لسه مبتدئة وعايزة تعرف الشيء يتعمل ازاي بالراحة كده. انا نص ليمونة حلوة كده اهو، ومعايا كمان نص، يعني هي ليمونة كاملة بس كانت ليمونة كبيرة وحلو. نزلت مية كتير، ليمون اصفر من اللي هو الكبير الحلو ده. هسيبهم بقى ايه ياخدوا ودوا كده مع بعض غلوتين اتنين، وهقوم رافعاهم من على النار. وبعد كده هعمل الشطة بتاعتي، برضو بعملها على البوتاجاز اهو كده حلو. اجدع تومية تاكليها اهو. سيبها بقى كده
تعالوا بقى نعمل في نفس الطاسة الشطة بتاعتنا. طب هنعملها ازاي؟ حبة من الزيت برضو، وهنزل بمعلقة شطة وحمصها، وبلاش تعطسي كتير. الشطة ساعة ما سخنت يا خراشي. اهو. لو هتضايقك اوي ممكن تلبسي كمامة او نقاب زي حالاتي كده. لا ده لا ده. قلبي بقى الشطة، وهضيف لها كمان حتة تومة وانا بقلبها، بتدي طعم حلو. حمصي بقى الشطة بتاعتك، وهاتي معلقتين صلصة ونزليهم مع الايه مع الشطة اللي انت بتحمصها دي. ساعة ما يعني حسيت ان هي بتغلي كده، ريحة الشطة بدأت تطلع، ما اقولكوش. اهو. طبعا الشطة دي اختيار اللي حابب يحط، يعني احنا بنعمل التوم والشطة بعيد عن الصلصة بهدفين، ان في ناس بتحب وناس ما بتحبش. الهدف الاولاني هو ده، والهدف التاني لو فضل معاك حبة من الصلصة ما تحمضش معاك، او ان انت ممكن تعمليها في اكلة تانية، ممكن يعني تستغلها في حاجة تانية. فاحنا بنخلي الصلصة بعيدا عن اي حاجة. دول معلقتين معجون طماطم او صلصة طماطم اهم، لان الطماطم اللي معانا مش لونها احمر قوي، فانا قلت اعمل بها الشطة، وهتبقى ديت وديت، ما يبقاش الاتنين حمر قوي. اهو. يبقى حمصنا الشطة بالثوم بالصلصة. وتعالوا نجيب كبشة بقى، ونجيب هنجيب نحط صلصة برضو من اللي احنا عاملينها، وهنضيف كمان شوية خل اهو. هنا الخل بحطه عادي على النار، علشان في قبل كده صلصة وكده مبردة الطاسة. تعالوا بقى يا حبايبي نجيب كبشتين من التسبيكة اللي احنا عاملينها، هي اتسبكت وبقت زي الفل اهي. كده اتسبكت خالص، وهطفى عنها. انا كده طفيت عنها اهو، لان هي تقلت معايا خالص واتسبكت. اخد كبشتين زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو، غطي بقى عليها. يبقى ده خلص وده خلص وده خلص، كل حاجة خلصت معانا تقريبا اهو. وده بقى الشطة بتاعتنا هتاخد غلوة مع بعضها، ويبقى عملنا احسن شطة واحلى شطة. طبعا هي فيها بهاراتها، مش هنضيف بهارات ولا هنا ولا اي حاجة، لان الصلصة فيها البهارات بتاعتها، مش هنضيف حاجة. تعالوا بقى شوفوا المكرونة انا قادحة عليها، شوفوا مفرفطة وحلوة ازاي، علشان انت قادحة عليها ومظبطة. انا بحط لها ملح وانا بسلقها، وبرجع احط لها بهارات واقدح عليها من زيت البصل، بتبقى زي الفل. جبت رز زي ما انتوا شايفين في الطبق، وبعد كده خدت مكرونة، وبعد كده هجيب صلصة، وهنجيب شطة، وهنجيب تومية، وهيبقى ده شكل الطبق بتاعنا النهاردة. حاجة كده زي الفل. غرفي بقى الأولاد كل واحد طبق كده، وأنا عملت كل حاجة سخنة علشان الجو برد. إنما أنا كنت بعمله في الصيف بصراحة، ما كنتش يعني بعمل التومية سخنة كده. زي ما انت حابة بقى اعملي. وطبعا شوية البصل الحلوين. وعلى فكرة ما لقيتش في المحل حمص، عشان كده ما جبتش. بعدت وانا بسأل على العدس ما لقيتش. فعادي، فاستبعديه عادي، ممكن تجيبي تسلقيه وممكن لا. عادي. لو انت عايزة فكرة الحمص اتفرج على الكشري المصري اللي فات قبل كده في الفيديو، انا عاملة فيه الحمص. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس، عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى طبق الكشري ده ينول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله. واتمنى النهاردة الفيديو يعجبكم وتنفذوه، والله جميل جدا.